على أثر القرار المجحف الذي اتخذته اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في حق مدرب المنتخب الوطني السيد وليد الركراكي، على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية برسم الجولة الثانية من منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم بالكوت ديفوار، المثمثل في إيقافه 4 مباريات 2 منها موقوفة التنفيذ. قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف القرار الذي ترى فيه مجانبا للصواب، خاصة وإن الوقائع أظهرت أن السيد وليد الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية.